يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. ازيكم يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ النهارده معانا خصومات عجله المسكات، وهوريكم ايه الفرق ما بين العالميه والكوريه. بس قبل ما نبدا يلا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا. طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنبدا ببابجي الكوريه الاول. دي طبعا الثلاث لبسات المسك اللي نزلوا، ونزل معاهم 3 اسلحه. هنفصص كل حاجه واحده واحده مع بعضينا، واقول لك انهي الاحلى وانهي تشترك فيه احسن، وازاي تجيب الخصم 50% اللي انا جبته هنا. طبعا دي التلات لبسات اللي انتوا شايفينهم في الكورية. احنا في الكورية مفيش لبسات كتير زي ما انتوا شايفين، هما التلات لبسات اللي لسه نزلوا جديد، وكان 3 لبسات السيزون اللي فات. طبعا مفيش ولا اي لبسة ولا عربيات ولا اي حاجة من الحاجات التانية غير اللبس والاسلحة بس. طبعا هنا عندنا 3 اسلحة نازلين بتأثيرات خرافية، عندك الدي بي والام 24 والبيكيسي. انا عامة جالي خصم 50%، وكان معايا 4 كريستالات. اشتريت الدي بي واشتريت البيكيسي لان انا ما عنديش التأثيرات دي، وحرفيا التأثيرات بتاعتهم جميلة جدا. وطبعا من الاسلحة برضو اللي موجود ليها تأثير في الضرب الام 16، زي ما انا هوريكم دلوقتي. السلاحين التانيين اليو ام بي والاي جي ملهمش، والام 16 ليه هو كمان. فانا اشتريت هنا الدي بي والبيكيسي، وانا هنا كان جايلي خصم 50% في عجلة المسكات. وطبعا هوريكم ازاي يجيلكوا 50% خصم. دي طبعا الكورية اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، ودي الأسلحة اللي موجودة فيها والعروض اللي موجودة فيها. تعالوا نخش على العالمية، نخش على الأحداث، وتعالوا أوريكم ازاي أنا جبت خصم 50% في الكورية، وهوريكم في العالمية أنا هعمل ايه. طبعا هنا بنتك على كلمة السرداد، بيظهر لنا الواجهة دي بتقول لك سحبة مجانية على خصمة الحظ. فاحنا بنختار اللي في النص. أنا هنا جالي في العالمية 40، وجالي في الكورية 50%. طبعا أنا إيميل العالمية ده أنا مش بلعب فيه، فأنا اشتريت كل حاجة في الكورية. طبعا هنا اللبسات المسك كتير ومميزاتها اكتر في اللبسات المسك، بس معظم اللبسات المسك اللي موجوده هنا هي بتجيلك في صناديق الكلاسيك في الكوريه. فهي يعني عامه. وبالعكس انت ممكن في الكوريه يطلع لك حظك احسن، وانك تسحب الصناديق ويطلع لك اللبسات المسك دي من غير ما تشتريها بجواهر او بكريستالات عامه يعني، او خصومات. فطبعا اللبسات الميسك اللي موجوده هنا كتيره بسم الله ما شاء الله يعني. وبس نفس الثلاث لبسات الميسك اللي نزلوا هنا نزلوا في الكوريه. واللبساية الميسك دي بيبقى فيها رقصة، اللبساية الميسك الأولى. والعربيات هم بالنسبة للشرط نفس الكلام، مفيش حاجة نزلت جديدة. الماسكات ال3 ماسكات بتوع ال3 لبسات اللي لسه نازلين هم اللي نزلوا. يلا بينا نخش على الأسلحة. هي نفس الأسلحة اللي كانت موجودة معانا في الكورية، ال3 أسلحة الدي بي البيكيسي والام 24. وطبعا الأسلحة اللي موجودة معانا دي كلها بس من غير تأثيرات. طيب هي الأسلحة الصراحة جميلة، بس أنا بحب الأسلحة اللي فيها تأثيرات زي ال3 اللي نزلوا النهاردة والام 16 القديم. طبعا أنت هتحتار هتشتري إيه. أنا من وجهة نظري تشتري الأسلحة المطورة بالتأثيرات بتاعتها، كل دي أحسن من إنك تشتري لبسها مسك. طيب نيجي هنا للمقارنة، هل الكورية أحسن ولا العالمية؟ طيب بالنسبة للشحن، الشحن في الكورية أصعب شوية، لكن لو أنت عايز تشحن اكتب لي تعليق في الكومنتات وأنا إن شاء الله هقول لك الطريقة إزاي. أما بالنسبة للعالمية سهلة جدا، ده بالنسبة للشحن. بالنسبة تاني حاجة للحظ، ففي حظها في الكورية بيبقى حظ أحسن بكتير من العالمية، وإنك تقدر تعمل إيميل جامد جدا أسهل من إنك تعمله في العالمية، أسرع كمان. فمن وجهة نظري أنا بالنسبة لي بحب ألعب الكورية. ويلا بينا نشوفوا الجيش اللي بيلعب الكورية هيخش على التعليقات. وكده نكون وصلنا لاخر الفيديو، متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.